希望给朱克森你去。 اهلا وسهلا بكل العفاريت وملخص جامد وجديد. اتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكم اجدد الملخصات، ويلا بينا على الفيلم. بيبتدي الفيلم مع دكتور يانج في المختبر بتاعه وهو بيحاول ينقذ بنته قبل ما تموت من مرض نادر، وكان عايز يحقنها بمحلول غريب من اختراعه، لكن الشرطة وصلت عشان تمنعه، ولسه يحقنها الشرطة اقتحمت المكان وهددته، فقال لهم انا عايز انقذها. فالشرطية قالت له ابحاثك المجنونة اللي جربتها على الناس قتلت المئات. بعدها حقن بنته بسرعة، فالشرطة ضربته بالنار في كتفه ولسه هياخدوه للحجز. فجأة المختبر اتهز بشكل غريب، وهنا حدث زلزال ضخم، فبصوا ان الشباك لقوا كل العقارات بتقع، واتضح ان الزلزال عم الكوكب كله. وبعد 3 سنين من دمار الكوكب بنشوف شاب اسمه جوان وبيكون صياد، وفجأة ظهر له تمساح فضربه بسهم فافتكر انه مات، ولما قرب منه فجأة التمساح جري وراه فدخل جوه عربية مركونة، والتمساح كسر الازاز ولسه هيفترسه. هنا ظهر شريكه الصياد نمسان، فمسك ديل التمساح وضربه بالسيف قطع رقبته. بعدها بنروح لمنطقة البساط اللي بيبادلوا فيها الاكل والمية رغم انها مش نقية، وبنشوف نمسان بيقطع اللحمة عشان يبدلها بشيء مفيد مع الناس. وفجأة ظهرت له ست غريبة الاطوار وحاطه مكياج غريب وبتدي له ساعات ذهب، لكن ما خدهاش لان ما بقاش ليها قيمه بعد تدمير الكوكب. بعدها بنشوف سونا واللي بيعتبرها نمسان زي بنته ومعاها جدتها. جوان قال لها انا اللي اصطدت التمساح، وده لانه بيحبها بس هي مش مهتميه بيه. وهنا ادت لوحه رسمتها لنمسان وبدلتها بقطعه لحم كبيره. وفجاه وصلت عربيه للمنطقه وخرج منها 6 اشخاص من بينهم قزم، فالزعيم طلع رسمه لشخص وقال للناس تتعاون عشان يلاقوه. وهنا بدأوا يقبضوا على الناس بكل بجاحة، فواحد من الناس اعترض فضربوه بعنف تحت انظار نمسان. وفجأة زعيمهم بص لسونا فعجبته وراح لها، فقالت له ابعد عني، قام شددها من شعرها. وهنا جوان اتجنن فراح وضربه. بعدها الكل هجم عليه وفضلوا يضربوه، فنمسان اتدخل وقال لهم امشوا من هنا، فواحد مسكه فنمسان ضربه بالبوكس طياره 10 متر. بعدها ضرب الباقي وعلمهم الادب. وهنا القزم ضربوه بحديده في رجليه، فبص له وقال له انت كده لسعتني. بعدها الزعيم هجم عليه بالسيف، فنمسان مسكه وحط راسه على الترابيزه وقال له مين زعيمكم؟ قال له تايجر. فنمسان قال له الكلب ده لسه عايش. وهنا شاف معاه ميه نظيفه فقال له جايبها منين؟ قال له من مبنى الشقق. فنمسان قال له لو جيتوا هنا تاني هقتلكم. بعدها نمسان وجوان كانوا راجعين فلقوا مدرسه اسمها كيم وطلبه واقفين مع سونا وجدتها. فلما راح لهم كيم قالت له عندنا منطقه امنه في مدينه سول وفيها متطوعين وانا مدرسه هناك. سونا قالت لها ليه اخترتينا؟ قالت لها الاولويه للعائلات اللي عندها مراهقين عشان المستقبل. فنمسان قال لها المبنى اكيد خطر بسبب العصابات، فقالت له عندنا قوات امن كفايه. فسونا قالت لها جدتي مش هتقدر تمشي كتير، فقالت لها ما تقلقيش فيه مجموعه من الاطباء مستنيين في الطريق. سونا وجدتها كانوا ماشيين في طريقهم فقابلوا مجموعه تانية زيهم، فتعرفت عليها واحده منهم اسمها جو. في الوقت ده نمسان وجوان كانوا بيستنوا فريسه تظهر عشان يصطادوها. وهنا جدة سونا تعبت من المشي، فكيم قالت لها السيد شو وزميله هياخدوها هي وراجل كبير للمركز الطبي. بعدها على طول العربيه تبعهم ظهرت ومعاها الضباط. فسونا قالت لكيم انا هستنى جدتي. فالراكب كون قال لها ممكن نستنى لكن الاطفال مش هتقدر. فكيم قالت لها ما تقلقيش احنا هنبعت عربيه بكره تاخدها من المركز. ولكن سونا قبل ما تركب لاحظت جرح غريب تحت ودن الراكب كون. بعدها بنشوف تشو بيقول للجده احنا وصلنا، فبصوا لقى حفره كبيره. وفجاه زميل تشو رمى الراجل في الحفره وتشو ضرب الجده بالسكينه. وللصدفه جوان وصل للمكان واللي بيصطادوا فيه، فتشو ضرب عليه نار فنمسان ضربه بالسيف. بعدها اخد السهم من جوان وضرب التاني في قلبه. والغريب الشخصين قاموا تاني وكأنهم مش بشر. وهنا واحد منهم هجم نمسان والتاني هجم جوان، فجوان ضرب راسه بقوه في الحجر بس برضه قام تاني. وهنا استدرجوه فرجله شبكت في الفخ اللي عاملينه عشان يصطادوا بيه الحيوانات واتشعلق. وهنا الشخص ده اخد السكينه وبدأ يقطع في رجله. نمسان هناك قدر يقتل تشو، والراجل بعد ما قطع رجله وقع ولسه هيهاجم جوان. بنت غريبه ظهرت فضربته وطعنته في رقبته. فنمسان قال لها انت مين؟ فقامت ضربت السكينه ناحيته فرشقت في رقبه تشو اللي صحي تاني. بعدها نمسان قطع رقبته. بعدها اخدوا الجده ودفنوها في حزن شديد. وهنا نمسان قابلها وسالها هما مش بيموتوا غير بقطع الراس؟ فقالت له ايوه. فقال لها وايه علاقتك بيهم؟ قالت له انا اسمي ليه رقيب في الجيش وكنا بنبحث عن الناجيين يوم الزلزال. بعدها اكتشفنا مبنى وحيد من الشقق ما وقعش، واكتشفنا هناك ميه جوفيه. وهنا وصل لينا طبيب اسمه يانج وكان مفيد لينا كطبيب. لكن بعد فتره رحت له المكتب وقلت له فيه شكوى ان الاولاد اللي اخدتهم ما بيرجعوش تاني. فقال لي
الرقيب كون قول لها الحقيقة. وهنا كون طلع المسدس وضرب زميله فوقع على الارض. ليه اتفزعت وهنا الظابط قام تاني. بعدها كون قال لها دكتور يانج هو امل البشرية. فالدكتور قال لها اللي في المبنى مصيرهم يموتوا، لكن انا لو فشلت العالم كله هيموت. فمسكته وقالت له انت مجنون. فالظباط مسكوها فضربتهم، وقبل ما تقتل الدكتور كون ضربها في كتفها. بعدها خرجت من المبنى بصعوبة وهربت. وهنا لي قالت لنمسان ان الدكتور بيعمل تجارب غريبة عن البشر وبيستغل الاولاد. بعدها بننتقل لتايجر زعيم العصابة اللي بعت رجالته لنمسان في البداية، وكان بيتكلم مع زعيم تاني اسمه بونج. وهنا اتعصبوا على بعض، فبدأ الطرفين ورجالتهم يقتلوا في بعض زي المجانين بكل عنف. وهنا وصل لهم نمسان ومعاه ليه وجوان، فقال لهم الكل يقف. فين تايجر؟ فالكل انتبه، وتايجر قال له ما شفتكش من زمان. نمسان قال لهم هو ده تايجر اللي شبه البطاطسايه. فتايجر قال له انت جيت لقبرك، فقال له هضربك زي زمان. وهنا تايجر قال لبونج لو قتلت الغوريلا دي هديك نص العبيد بتوعي. وهنا الكل هجم على نمسان واللي معاه. نمسان بدأ يضربهم زي الفراخ، واللي بسرعتها دورت الضرب فيهم واحد واحد. وهنا جوان راح يخرج الناس اللي كانوا حابسينهم. بعدها نمسان راح لتايجر بعد ما الباقي هرب، وطبعا ما خدش في ايده غلوه وطلع بق على الفاضي. بعدها جوان لقى اسلحه مع العصابات. وهنا نمسان قال للمتبقي منين الاسلحه والميه. الاول قال له معرفش، فقال له خد دي ونام. ونفس الكلام مع الباقي لحد ما وصل لتايجر فترعب وقال له انا هقول لك كل حاجه. فقال له احنا بنوصل البضائع لمبنى الشقق مقابل الميه. نمسان قال له ايه البضائع دي؟ قال له البشر وخاصه المراهقين. فلي قالت له بتدخلوا الموقع ازاي؟ قال لها بيسمحوا لنا بالدخول يوم التوصيل. وهنا نمسان قال له طب ارتاح شكلك تعبان. بعدها سونا وجوه وصلوا لصف الدراسه. وهنا سونا لاحظت ان التلاميذ ملامحهم ثابته كانهم انسان آلي. وبعد ما قعدوا اتصدمت لانها لقت جرح ورا ودن التلاميذ زي اللي شافته في الرقيب كون. وهنا كيم بدات تشرح لهم نقص الميه الشديد وازاي دكتور يانج بيحاول يطور اجسامنا عشان تستحمل فتره كبيره بدون ميه. فسونا قالت لها ليه الدكتور مش بيشارك الميه مع الناس بره رغم وفرتها هنا. كيم اتضايقت فقالت لها الناس بره وحوش، انت محتاجه المؤهلات اللي تخليكي جزء من البشريه الجديده. فقالت له ايه هي. وهنا جو اتدخلت فقالت الاشخاص اللي بيساعدوا الدكتور في ابحاثه. بعدها وزعوا عليهم ازايز ميه. وهنا دخل الدكتور وحياهم وقال لهم التلاميذ هم املنا، عشان كده عملنا ليهم اكل وميه خاصين بيهم. وهنا كيم قالت له على جو، فرح لها وقال لها انا هبعت لك بعد ما تخلصي عشان تجي لي المختبر. وهنا سونا وقفته وقالت له انا عايز اشوف جدتي. فالدكتور قال لكيم هو انت ما قلتلهاش؟ وهنا قالت له سونا جدتك وصلت لكن مريضه جدا ومحتاجه يومين عشان تشوفيها. وهنا الدكتور قال لها ما تقلقيش المهم كلي كويس، وفتح الازازه وقال لها اشرب الميه. فترددت بس اخدتها، لكن اول ما ادالها ظهره وقفت وما شربتش. وهنا والد ووالده جو بعد ما خلصوا شغلهم قالوا للظابط احنا قدمنا طلب عشان نشوف بنتنا. فقال لهم الناس العاديين ممنوعين يروحوا الدور الثامن. فاستغربوا وبداوا يتخانقوا معاه. بعدها بنشوف سونا بدات تبحث في المكان من غير ما حد يشوفها. وفي الوقت ده نمسان كان خلاص قرب يوصل لمبنى الشقق. وبعدها بنشوف الدكتور راح يشوف المشكله اللي حصلت. وهنا والد جو قال له انا عايز اشوف بنتي حالا. فقال له ما تقلقش هي كويسه. فامها اصرت تشوفها. وهنا الدكتور اتزنق فقال لهم خلاص تعالوا معايا للمختبر. بعدها بنشوف سونا وصلت لمكتب الدكتور وبدات تبحث، فلقيت ملف وكان فيه معلومات خطيره عن تجارب على الحيوانات والبشر. بعدها شافت باب فتحته، وهنا كانت الصدمه. جو كانت نايمه ومتثبت اجهزه في دماغها ورقبتها. وهنا الدكتور وصل واستغرب ان الباب مفتوح ومعاه والد ووالده جو اللي اتجننوا اول ما شافوها. فقال لهم محدش يلمسها عشان ما تتعرضش للخطر. ما كانوش مصدقين اللي شافوه. فقال لهم الاولاد في سنها الغدد النخاميه بتكون في حاله ممتازه ومهمه جدا للبحث. حتى شوفوا بنتي. وهنا كانت الصاعقه بنته محفوظه جوه ازاز ونصها التاني مش موجود. وقال لهم انا احييتها من الموت. وهنا الاب والام راحوا بسرعه عشان يصحوا جو، لكن للاسف المشكله زادت فبدات ترتعش وتخرج سوائل من بقها. وهنا الدكتور حاول يعالج الموضوع لكن معرفش وجوه ماتت. فاخد المشرط وبدا يضرب ابوها بعنف، والام لسه هتهرب الراكب كون ضربها بالنار. سونا كانت ماسكه بقها لا تطلع صوت، وفجاه لقيت الدكتور قدامها اللي كان عارف بوجودها وقال لها جيتي في الوقت المناسب. بعدها الدكتور حط سونا مكان جو. وهنا قالت له بحزن انت بتعمل فينا ايه؟ فقال لها الغده النخاميه في المراهقين بتكون حالتها ممتازه، بس لازم اقوم بتعديل الهرمونات اللي بتخرج منها الاول، والميه اللي بتشربوها بتقوم بالمهمه دي. فقالت له طب وجدتي؟ قال لها الضعفاء مالهمش مكان هنا. وهنا سونا فضلت تبكي بعد ما عرفت انها ماتت. بعدها نمسان وصل اخيرا للمبنى وجنبه تايجر. فالجندي قال له وشك ماله؟ فقال له اتخانقت من كام يوم مع واحد شبه الغوريلا
الفيلا. فقال له طب جيت ليه؟ قال له جاي اسلم البضاعه. فالجندي قال له ده مش يوم التوصيل. فتايجر اتردد وقال له انا كنت معدي قريب فقلت اسلمك البضاعه. فالجندي شك فيه ورفع السلاح وقال لزميله فتش العربيه. اول ما زميله راح ورا العربيه نمسان بسرعه شد البندقيه وخبط الجندي، وهنا رجع لوراه فخبط الجندي اللي ورا. بعدها داس بنزين وجري بالعربيه في وش الجنود اللي بتضرب عليه نار، واقتحم البوابه وفضل دايس بنزين لغايه ما دخل بالعربيه لجوه المبنى نفسه. وهنا تايجر خرج من العربيه ورجله مربوطه وبيمشي زي البطه. بعدها نمسان خرج بالبندقيه ومعاه زمايله وبداوا يصطادوا الجنود اللي جايه تقتله. وهنا كون قال لكيم تبلغ الدكتور. بعدها ليه اخدتهم ناحيه السجن، ولما راحوا هناك جوان كان مستغرب ان مفيش حد وراهم فبداوا يدوروا على المساجين. وهنا ليه لقت زميلها ولسه بتفتح الباب، واحد منهم هجم عليها فنمسان ضربه. بعدها الباقي خرج والمفاجاه انهم من المتحولين اللي دمرهم دكتور يانج. فنمسان قال لهم خلي بالكم دول مش بشر زينا، وهنا بدا يضربهم في راسهم لانهم مش بيتقتلوا غير بكده. فهجموا عليه وبدا الاشتباك العنيف بينهم وبين الثلاثه. وهنا واحد منهم خنق ليه وما قدرتش تتصرف، ليه ما كانتش مستوعبه ازاي تقتل زمايلها. بعدها واحد تاني هجم جوان فزعق لها وقال لها فوقي. وهنا هجمت الجندي وطعنته في رقبته، ونمسان هنا كمل قتل فيهم بكل قوه عن طريق الضرب في الراس. فليه كانت حزينه واعتذرت لهم على اللي حصل. وفجاه الدكتور بدا يتكلم في الميكروفون وبلغ السكان ان في عصابه بتهددهم وحذرهم من الخروج. بعدها وجه كلامه ليه واللي معاها وقال لهم لو استسلمتم ومشيتم من المبنى حالا انا هسيبكم تعيشوا، وفيه تليفون عندكم اضغطوا على الزر وقولوا لي قراركم. وهنا نمسان ضغط الزر وقال له احنا هنمشي بس هناخد سونا معانا، وكسر التليفون. بعدها الدكتور كلم كون وقال له مهما حصل ما تخليهمش يوصلوا لمكتبي. وهنا جوان قال لنمسان ذخيرتنا هتخلص. فمجموعه جنود وصلوا قدام الباب وواحد شد سلك القنبله، لكن قبل ما يفتح الباب نمسان ضرب عليهم النار فالقنبله اتفجرت فيهم. بعدها اخدوا الاسلحه بتاعتهم، وهنا مجموعه تانية ضربت عليهم نار. فنمسان قال لهم روحوا جيبوا سونا وانا هتصرف معاهم. وهنا نمسان ضرب طفايه الحريق بالرصاص فالدخان بتاعها عمل جنود، فضرب عليهم نار لكن الذخيره خلصت. فاخد السيف بتاعه ودخل عليهم يا قاتل يا مقتول، وبدا يقطع فيهم واحد ورا التاني. فجندي ضربه بالنار جت في زميله والسيف اتكسر وبقى زي السكينه، فبدا يهاجمهم بيها واللي يقابله يشرحه. بعدها اخد مسدس من الجنود وبدا يضربهم في راسهم لغايه ما خلص عليهم. وهنا ليه وجوان كانوا بيقتلوا اللي يعترض طريقهم لسونا، وقبل ما يطلعوا ليه قالت لجوان اطلع انت. بعدها استخبت واول ما الجنود طلعوا وراه ضربتهم بالنار. بعدها اشتبكت مع الباقي وقدرت تقضي عليهم بسرعه وكفاءه. ولسه هتطلع السلم هنا قابلها الراكب كون زميلها القديم. في الوقت ده نمسان وصل لمكان تنقية الميه والعمال كانت خايفه، فقال لهم فين التلاميذ الجدد؟ قالوا له الاولاد كلهم في الدور الثامن. بعدها قامت معركه قويه بين ليه وكون، وطبعا الاتنين عندهم خبره عسكريه وفاهمين بعض كويس. بعدها بنشوف كون بيحاول يقنع عليه صديقته انها تتراجع، لكن فجاه اخدت السكينه وضربتها في عينيه. وهنا كون اتجنن والضربه ما اثرتش فيه لانه من المتحولين، فهجم عليها بقوه. وليه حاولت تضربه بالسكينه في رقبته لكن ما قدرتش. ليه حاولت تقاوم لكن كون كان اقوى منها، وهنا اخد منها السكينه وغرزها في جنبها ورماها من المبنى. بعدها جوان وصل للدور الثامن ولسه هيدخل غرفه الدراسه قبله جندي فقتله. بعدها راح لكيم واخدها عشان توديه لسونا، ولكن وهما في الطريق قابلهم كون، لكن من حسن حظه ان نمسان وصل هو كمان. فقال لجوان روح انت وسيبهولي. وهنا بنشوف الدكتور بيحقن نفسه بالمحلول بعد ما استخرج الهرمونات اللي محتاجها من الغدد النخاميه. فسونا قالت له كل حاجه عملتها تدفع ثمنها. فقال لها عايزاني اقطع لسانك كمان. وفجاه بدا يحس بوجع غريب في رقبته، فراح يبص في المرايه لقى رقبته بتحمر. فسونا قالت له تعديل الهرمونات مهم مش كده؟ على فكره بقى الميه اللي انت عملتها لتعديل الهرمونات عمري ما شربت منها. وهنا الدكتور اتصدم لان كده تركيب المحلول اتغير، فاخد المشرط ولسه هيقتلها. هنا وصل جوان، فالدكتور قال له نزل سلاحك والا هقتلها. واول ما نزل سلاحه هنا الحارسه اللي بره ضربته على راسه وفضلت تضربه فالقنبله اللي معاه وقعت. فالدكتور اخدها بعدين قال لهم جهزوا بنتي بسرعه. فاخدوها من الازاز وحطوها في شنطه. في الوقت ده المعركه القويه بين نمسان وكون مستمره، والاتنين اقوياء وفضلوا يضربوا في بعض في تحدي تكسير العظام. وهنا نمسان رماه من شباك الازاز، ولكن كون فضل ماسك فيه وما وقعش. فنمسان مسكه من راسه وغرزها في سن الازاز لغايه ما اتخلعت. بعدها التلاميذ خرجوا وراحوا لاهاليهم. وهنا الدكتور لما حاجته ولسه هيخرج مع كيم والجنديه، فنمسان قابلهم واخد المسدس من الجنديه وضربها. بعدها ضرب عليهم نار. كيم اتصابت، فالدكتور قبل ما يخرج من الباب التاني فك سلك القنبله ورماها في المكتب. فجوان بسرعه قلب سرير سونا الحديد لتفادى الانفجار. وهنا القنبله انفجرت، وفي اللحظه دي ليه فاقت مره تانيه. وهنا نمسان كان محظوظ لانه ملحقش يدخل،
يدخل. بعدها قام ودخل جوه المكتب، ولحسن الحظ جوان وسونا كانوا عايشين. وبعد ما الدكتور نزل الاهالي اتجمعوا حواليه وقالوا له ليه عملت كده في اولادنا؟ فقال لهم ابعدوا عني. وهنا اتجننوا وبدأوا يضربوا فيه بعنف، وفجأة بعدوا بعد ما ظهر على وشه شيء غريب كأنه وحش. بعدها اخد البندقية اللي على الارض وفضل يضرب نار عشوائي عليهم. وهنا اكتشف ان فيه سوائل خارجة من الشنطة اللي فيها بنته بعد ما الرصاص اخترقها، ففتح الشنطة وفضل يبكي بحرقة ويقول له انا اسف، انا هرجعك للحياة مرة تانية. وهنا نمسان كان نازل وفضل ينادي عليه، فالدكتور مسك البندقية وفضل يضرب نار عليه ويقول له ما تقربش من هنا، انا هنقذ بنتي. وهنا الدكتور لسه هيضربها، نمسان ضربه بالنار. بعدها قرب منه وضربه في راسه عشان يضمن موته للأبد. ولحد هنا بيخلص فيلمنا. لو عجبكم الملخص اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان توصلكم أجدد وأجمد ملخصات عفريت أفلام.